ما هي حروب آخر الزمان بالترتيب والملحمة الكبرى التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نعيش فيها الآن؟ أهلا بكم متابعين قناة بالترتيب. واحدة من النبوءات التي أخبر عنها النبي معركة نهاية العالم أو الملحمة الكبرى والتي تسبق العلامات الكبرى للساعة. قال عليه الصلاة والسلام محدثا معاذ بن جبل: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ معاذ بن جبل ثم قال: إن هذا لحق كما أنك هنا، صدق رسولنا الكريم. أولاً، اتفاق الروم مع المسلمين على قتال عدو مشترك. ستصالحون الروم صلحاً آمناً، فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً محدثاً عوف بن مالك: أعدد 6 بين يدي الساعة، وذكر منها هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، ويقصد بذلك الروم النصارى، فينتصر الروم والمسلمون على عدوهم، ثم ينقلب الروم على المسلمين ويغدرون بهم. ثانياً، انقلاب الروم على المسلمين وغدرهم. في مرج ذي تلول أو في مرج دابق ينزل المسلمون والروم بعد الانتصار، وهو اليوم مكانا قرب بلدة حلب في سوريا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: إن الصليب هو الذي انتصر، فيغضب رجل من المسلمين وتأخذه الحمية فيكسر الصليب، فيقتل الروم كاسر الصليب المسلم. وفي ذلك المكان والزمان يثأر المسلمون لأخيهم فيحملون السلاح ويقاتلون الروم، لكن الله يشاء أن يقتل المسلمون جميعا، فيجمع النصارى جيشهم من كل بقاع العالم لاكتساح ما تبقى من المسلمين، ولتبدأ معها الملحمة الكبرى. ثالثاً، الملحمة الكبرى إنه وعد الحق وأكبر وآخر معركة في التاريخ البشري، وستكون هذه الملحمة بين فريقين: المسلمون بقيادة المهدي يتبعه جيش من أخيار الأرض، يخرجون من مدينة ذكرها عليه الصلاة والسلام فقال: وفسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة، في مدينة يقال لها دمشق. ويجتمع جيش الروم في 80 راية، وتحت كل راية 12,000، وقد قدرها العلماء ب1,000,000 مقاتل تقريبا، وهي كما وصفها عليه الصلاة والسلام في قوله: فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. رابعاً، نهاية الملحمة الكبرى لأيام وشهور متواصلة ولمدة لا يعلمها إلا الله. ستستمر هذه المعركة الكبيرة والضخمة، ولن يهدأ فيها القتال، وبنهايتها يكون جيش المسلمين قد انقسم إلى ثلث منهزم بفراره من أرض المعركة، وثلثا يقتل، وهؤلاء أفضل الشهداء عند الله، وثلث أخير ينتصرون نصرا لم يسمع عنه في التاريخ. يقول خير البشر عليه الصلاة والسلام: فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سابوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. خامساً، فتح القسطنطينية وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وهذا الفتح سيكون بلا قتال. خاطب عليه الصلاة والسلام أصحابه قائلاً: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر،
لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر، ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون. وفي الحديث الشريف دلالة على أن الروم يسلمون في آخر الزمان، ولعل فتح القسطنطينية يكون على أيدي طائفة منهم. سادسا، خروج المسيح الدجال بعد فتح القسطنطينية، وبينما هم يقتسمون الغنائم وقد علقوا سيوفهم بالزيتون، يصيح بهم من يستغيث ويستنجد بأن المسيح الدجال قد خرج، فيتركون غنائمهم راجعين إلى مدينتهم، فيخرج الدجال من يهودية أصبهان يتبعه 70,000 من اليهود، وأصبهان هي مدينة في بلاد فارس. يقول عليه الصلاة والسلام فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون، وذلك باطل. سابعا، نزول عيسى عليه السلام من السماء، فإذا رجع المسلمون إلى مدينتهم بعد فتح القسطنطينية يسوون الصفوف للصلاة بقيادة المهدي، فإذا أقيمت نزل عيسى عليه السلام واضعا كفيه على جناحي ملكين، ينزل عند منارة بيضاء شرقي دمشق. قال عليه الصلاة والسلام فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى ابن مريم فأمهم. ثامنا، حصار المسيح الدجال واليهود لعيسى والمسلمين، ثم تدور المعركة بين المسلمين بقيادة عيسى عليه السلام واليهود بقيادة الدجال. ثم إذا رأى الدجال عيسى ابن مريم يذوب كما يذوب الملح في الماء، وينتهي الدجال ومن معه، قال عليه الصلاة والسلام في وصفها لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، ولذلك يكثرون من زراعته الآن في فلسطين. أما عن المسيحية واليهود ومعتقداتهم، فهم أيضا في انتظار تلك الحرب التي أسموها هرمجدون، والتي ستكون في أرض فلسطين، وتتكون من 200 مليون جندي يظنون أنهم أصحاب الغلبة فيها. هذه كانت حروب آخر الزمان بالترتيب والملحمة الكبرى. جمعنا وإياكم عند مالك الملك الذي لا يظلم عنده أحد. صديقي، إذا وصلت إلى هذه اللحظة من المقطع فلا تنسى أن تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وضغط زر الإعجاب، فذلك يدفعنا لتقديم المزيد.